من كتر الأسعار الغالية دي لازم نتصرف بأي حاجة عندنا، فالنهارده بجد عملت وليمة تكفي أكتر من 5 أنفار بصدر فرخة واحد. ايه رأيكم النهارده بقى؟ لايك وشير واشتراك لهبة تي في، ويلا بينا أقول لكم عملنا ايه. كان عندي صدر الفرخة ده في التلاجة، وكمان عندي كل الخضار. طب هنعمل ايه؟ هنعمل بقى حاجة مفيدة لولادنا تنفعهم وتقويهم، وكمان ما نحرمهمش من كل الحاجات اللي بيحبوها. جبت صدر الفرخة بالشكل ده وقطعته ليه شرايح، وبعد كده بدأت ان انا اقطعه لمكعبات سهلة جدا ان انت تقطعيها. جبته بقى طبعًا حطيته في الطاجن، وبعد كده هنبدأ إن إحنا نضيف عليه معلقة من الملح، معلقة من الشطة، وكمان معلقة من ال7 بهارات. عندنا كزبرة وعندنا بهارات هندية، وربع كوب من طبعًا اللبن. سِبته كده على جنب، وبدأت إن أنا أجيب الخضار. جبت الكوسة وبعد كده جبت الجزر قطعته كده لمكعبات متوسطة بالشكل ده. كمان عندي البطاطس، أي نوع خضار موجود عندِك تقدري إن أنتِ تضيفيه، هو شبيه كده بالتورلي لكن طعمه بيبقى حلو جدًا. كمان قطعنا هنا البصل ليه شرايح متوسطة، ولو عندِك فلفل تقدري إن أنتِ تقطعيه. عندنا كمان طماطم كده حوالي 5 طماطمات، وبعد كده حطينا الخضار. شكل الخضار بجد يجنن. حطيت عليه معلقة كبيرة من الملح، معلقة من الكزبرة، معلقة من الكركم، وكمان معلقة من البابريكا. عندِك معلقة من ال7 بهارات، وكمان ضفت عليه معلقة من البهارات الهندية، ومعلقة من الفلفل الأسود، وضفت على كل دول نص كوب من الزيت. طبعًا الخضار هنا هنقلبه كويس جدًا علشان التوابل كلها تبقى واصلة لكل الخضار، ويدي الطعم المطلوب اللي إحنا محتاجينه. جبت هنا الفراخ اللي إحنا كنا مقطعينها، وبدأت إن أنا أضيفه طبعًا في الصينية، وقلّبت الخضار مع الفراخ، وبعد كده نقلته في صينية تانية. ضفت بقى عليه نُص كوب من المَيّة، وبعد كده هنبدأ إن إحنا نغطيه بورق من السلوفان. حطيت ورقة وحطيت عليه كمان ورق من السلوفان مرة تانية، علشان البخار يتحكم في الخضار وما يخرجش برّه يستوي معايا بكل سهولة. طبعًا دخّلته الفرن. قد إيه في الفرن؟ هيقعد في الفرن كده ما بين ساعة إلا ربع وما بين ساعة. هو قعد معايا كده حوالي 45 دقيقة، وبعد كده خرّجته اديته وِش من فوق، وكده الخضار بتاعي بقى جاهز. بجد الوصفة دي حلوة جدًا، طعمها حلو أوي، وكمان الفراخ هنا مستوية ما شاء الله. حاجة مهمة كمان إن بعض الأولاد عندنا ما بيحبوش الكوسة كتير، الجزر كمان ما بياكلوهاش كتير في الخضار. فهنعمل إيه؟ نحب إن إحنا نعمله لهم بالطريقة دي، مفيد جدًا لولادنا. نقدّمه بقى جنب رز أبيض، جنب مكرونة، تاكليه لوحده كده بالعيش، بجد طعمها حلو جدًا. أتمنى إن أنتم تكتبوا لي في التعليقات. تسلم إيدِك يا هبة، وما تنساش بقى إن أنتم تعملوا لي لايك وشير واشتراك لهبة تي في، واشوفكم بقى في حلقة جديدة. باي باي.